السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدينة الصدر تغطية خاصة لوقفة التأييدية لسماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله. معنا أحد المشايخ الواقفين. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنه أنت اليوم هنا بالمكتب السيد، رسالتك لسماحة السيد وشنو وقفتك؟ أفضل الذكر والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد. تلبية لسماحة السيد القائد، نحن مدينة الصدر مطيعون بإذن الله. لن ننتخب لسماحة السيد القائد مقتدى الصدر. نحن جنود أوفياء وله العهد، نقاتل لآخر قطرة من دمائنا ضد الفاسدين وضد الباطلين وضد كل من يمس العراق الحبيب. نحن أولاد العراق الحبيب ونحن أولاد محمد الصادر بإذن الله. أبو هاشم شرفي خادمكم. رسالتك اليوم أنت هنا والله هي الجهة الثانية المقابيل الثانية. نعم. الأحزاب المقابيل. نعم. تريد الانتخابات. ما رسالتك هنا؟ احنا أول شيء الانتخابات هي اليوم عراها سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله، سيد الإصلاح الذي سار على خطى أجداده، والذي قال أني لم أخرج أشرا ولا بطرا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. اليوم سماحة السيد القائد هو ألقى بالحجة على الشعب حبيبي. قبل هذه الجمعة ألقى الحجة على المسلمين عندما أراد من الدول العربية، تعلمون برسالته المباركة أيضا من أجل الفزعة إلى فلسطين والمساندة إلى أخواننا في فلسطين والاعتصام على الحدود. أبرأ ذمته وألقى بالحجة على الطرف الثاني. واليوم أيضا سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله ألقى بالحجة على أغلبية الشعب العراقي اليوم. واليوم احنا نشوف اكو عزوف من قبل أغلبية الشعب العراقي، لأن اليوم هي الصدريين هم أغلبية الشعب العراقي حبيبي. هذا واحد. الشيء الثاني والمهم هو اليوم عراهم سماحة السيد القائد وعرى هذه العملية السياسية الفاسدة اللي حكمت البلد منذ 2003 وإلى حد اللحظة. نشوف لا خدمات صحية اليوم، لا خدمات، لا تربية، لا خدمات بنى تحتية، كله إلى الأدنى. فاليوم سماحة السيد يريد يهدم هذا البناء اللي بنته هذه الأحزاب الفاسدة، بنته من أموال السحت وسرقتها لأموال الشعب. سماحة السيد يريد أن يبني بنية حقيقية، بنية عبارة عن خدمات لهذا الشعب. ولكن احنا أملنا إن شاء الله وكلنا أمل به، ونسأل الله أن يحفظ ذخر إلى عراقنا العزيز. وأيضا إن شاء الله سنكون يد واحدة بإذن الله من أجل الخلاص من هذه الثلة العفنة التي حكمت البلد.